ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم بالف خير يا رب بمناسبه شهر رمضان. النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه سريعه كده، ان شاء الله تكون خفيفه وتنال رضا. هي كده يعني حاجه ايه؟ لما يكون عندنا مثلا عزومه وباقي عندنا اي اكل، سواء فراخ او كفته او لحم، اي حاجه عندك اشتغلي بيه. انا عندي فايت كفته، هعمل بقى ايه؟ هعمل بها صينيه جلاش. هنجيب لفه جلاش كده ونقطعها ونشوف هنعمل ايه. طب معانا ايه؟ معانا هنا كفته فراخ، معانا زيتون مخلل، معانا بصل، معانا هنا فلفل حار وبارد، ومعانا البهارات. طبعا معانا هنا البهارات لما اجي احطها اقول لكم عليها بالترتيب. طبعا هنحط ماده دهنيه. طبعا الزيت سخن، هننزل عليه طبعا ايه ببصلتين كده وسط لحد بس ما ياخد ايه لون التتبيله كده يعني. طبعا البصل الدبل معانا اهوت، وهننزل عليه ايه بالفراخ. طبعا الفراخ مستويه، وبس تنويه كده وانا بقول اهم حاجه الملح، لان الحاجات دي طبعا جاهزه. ماشي. طبعا هنحط فلفل زي ما قلت، فلفل بارد وفلفل حامي، وبرده راجع لو ما بتحبيش الحامي ما تحطيش، بس يدي ريحه وطعم. طيب البهارات ايه؟ البهارات مكعب مرق، بابريكا 7 بهارات، جنزبيل، توم باودر وبصل باودر وملح بسيط وبهارات لحمه وفلفل اسمر وبهارات فراخ. الملح يا جماعه يكون خفيف لان انا هنزل لسه زيتون. كل البهارات ديت ربع معلقه بس. طبعا شويه زيتون، وزي ما قلت لو عندك جبنه موزاريلا حطي شويه في قلبها وارجعي حطي على وشها لو انت متوفره عندك. مش موجود عندك خلاص. دلوقتي ماشي يا حبايبي، بقى جاهز نيت على الحشو. كوبايه لبن مع بيضتين، فلفل اسمر ربع معلقه وربع معلقه قرفه بس عشان الضفار. طبعا هنحط معلقتين زيت كده. طبعا هنقسم لفه الجلاش لنصين، نص تحت في القاع بتاع الصينيه ونص تاني ايه على الوش. ماشي. يلا. طبعا هننزل بقى في نص الصينيه بالخلطه بتاعه الكفته. تمام. وهنشوف كده. ماشي كده احنا ايه فردناها. هنحط طبعا النص ايه فين. طبعا احنا حطينا هنا زي ما قلت بيضتين وكوبايه لبن مع ربع معلقه قرفه وفلفل اسمر. هنيجي بقى على الوش كده اهي عشان ايه نسقيها كلها. تمام. ونسيبها ايه 10 دقايق وبعدين ندخلها الفرن. طيب الفرن على نار متوسطه والرف اللي في الوسط. انت بقى عندك الفرن بتاعك بقى انت ايه. وكده يا حبايب قلبي الشكل النهائي لصينيه الجلاش بالفراخ. سموها بقى زي ما تسموها، فطيره، جلاش، حاجه جميله وخفيفه. يا رب تنال رضاكم وتنال اعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه يا جماعه عشان القناه تكبر وتبقى قناه كده يعني جميله بكم ان شاء الله. في نهايه الحلقه بتاعتي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين.